من جمهور الفنان يتساءلون عن حقيقة وفاة سعد الصغير، ويرغب الكثيرون معرفة حقيقة هذا الأمر، حيث إنه من الجدير بالذكر قد ألقت الشرطة المصرية القبض على الفنان سعد الصغير بمطار القاهرة أثناء عودته من الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة حياز مواد مخدرة بقصد تعاطيها. وقررت جهات التحقيق المختصة حبسه على ذمة التحقيق من خلال وأصبح البحث حول حقيقة وفاته أكثر العبارات تداولا، وحيث قد تم تداول أخبار تشهير عن وفاة المطرب الشعبي، وحيث إن هذا الخبر ليس صحيح وإنها مجرد شائعات، وإن المطرب الصغير سعد الصغير محبوس الآن في السجن ومنتظر الحكم النهائي في قضيته. ومن المقرر أن يصدر الحكم عليه يوم الاثنين المقبل 25 نوفمبر الجاري في القضية المنسوبة إليه بحوزته بمواد مخدرة بعد التقرير الطبي الذي أثبت وجود مادة الحشيش والترامادول. كما قد نفى نجل الأنباء التي ترددت عن وفاته وقد أكد بأن والده بصحة جيدة، وأنه سيخرج قريبا من القضية المنسوبة ضده بتهمة حيازة المخدرات. وكشف سعد الصغير خلال جلسة المحكمة أمام القاضي إنه لم يتعاطى مخدر الحشيش، بل كان يتعاطى عقار الترامادول بسبب إصابته ساقه وإجراء عملية جراحية له، مما اضطره إليه أن يتناول المسكنات القوية، حيث إنه بحسب تقارير الطبي عن حالة سعد الصغير إنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي والأربطة. سعد الصغير ممثل ومطرب شعبي من مواليد حي شبرا بالقاهرة، ولد في 30 يناير 1970، وبدأ الألفية الثانية عندما أطلق أغنيته الأولى أصحى فوق. وقد قدم المنتج السينمائي محمد السبكي لأول مرة من خلال فيلم لخمة راس الذي حقق نجاحا كبير بين الجمهور. وحققت أغاني سعد الصغير في الفيلم نجاحا متقاطع النظير، وخاصة بعد أغنية هتجوز، والتي أصبح فيها بعده من أشهر الأغاني الشعبية في مصر. وقدم بعد ذلك العديد من الأفلام التجارية التي حققت نجاحا جماهيريا. يا فندم باخد يا فندم ترامادول في حياتي. ما بتشربش حتى سجاير؟ ما بشربش في حياتي يا فندم، لو حضرتك عرفت انا بشرب سجاير في حياتي ما شربتش سجاير. هو التحليل ده اللي حصل؟ ولا شرب ولا اي حاجه يا فندم. حشيش والترامادول ده بقول لك يا فندم لو بشرب حشيش يا فندم انا بقول لحضرتك اديني اعدام. عمري في حياتي ما شربت حشيش. انا كان عندي 4 حفلات يا فندم، كلهم يا فندم مش عايز اقول لحضرتك الحفله كانت عامله زي فرقه 4 حفلات في المكان ده. فانا والله العظيم 3 ما اعرف اي حاجه عن الموضوع ده. وانا قلت لصاحب الباشا اللي مسكني، قلت له يا باشا انت هتصورني بالحاجه دي؟ والله حسيت ان في حاجه.